اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل شوية بطاطا عسليات حلويات بجد تحفة بجد. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، وكمان شوينها بقى بطريقة سهلة وبسيطة ومش في الفرن. عشان ما تقوليش هنولع الفرن هنحس بحر، لا مش هتحسي بأي حاجة خالص نهائيا. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ تعالي بقى كده صلي على الحبيب معايا. وعلشان خاطر قلبك يطيب بصي السوا عامل ازاي، حاجة بسم الله ما شاء الله. وتعالي بقى شوفي عملنا الحلاوة دي ازاي كده، وعملنا الجمال ده ازاي. اللهم بارك على جمالها وحلاوتها ومستوية معانا. ودي طبعا بطاطة الصيف يا جماعة، مش بطاطة الشتاء. هنا بقى كده يا ست البنات معانا حله، وغسلنا البطاطا كويس جدا جدا وسبناها لما نشفت كده زي ما انتم شايفين. وجبنا ورقه كراسه عاديه خالص، بليناها ميه وحطيناها في الحله، وهنبتدي نحط البطاطا بتاعتنا. ولما تنقي البطاطا نقيها كده البطاطا المدملجه اللي فيها لحم، طبعا لما بتدخليها الفرن ساعات بتنشف منك وما بتلاقيش فيها لحم. فجيبي البطاطا الحلوه المدملجه كده علشان تبقى ملحمه معاكي. انا بفضل يعني على طول ان انا اعملها بالطريقه دي كده في قلب الحله. ليه؟ بحس ان هي لحمها موجود. الفرن ممكن يكون بينشف لحمها شويه، او بتحسي ان هي خست كده حبه. انما لما تجيبيها كده حلوه كده ومدملجه، بجد بجد هتبقى حلوه معاكي. مع الرش كده رشه سكر كده حلوه كده. بتديها ايه بقى رشه السكر دي؟ بتديها بتزودها شويه حلاوه، يعني لو في واحده عاتبه شويه، شويه السكر دول هيدوها شويه حلاوه. هنا بقى كده يا ست البنات رشينا السكر، هنجيب برضو ورقة مبلولة مية من كراسة، ورقة بيضة كده، وهنغطي بيها الحلة دي. هتتحط على البوتاجاز على نار متوسطة في الأول، وبعد كده نوطي النار بدون ولا نقطة مية ولا أي حبة مية خالص نهائيا. هنا بقى كده بعد ما فات على البطاطا حبة كده، تعالوا بقى نعري الورقة كده ونشوف. بصوا ولا نقطة مية ولا أي حاجة خالص نهائيا. طبعا هي هنا داخلة على مرحلة خلاص استوى، فاضل لها كام بتاع 10 دقايق وتبقى معانا تمام. اول بقى ما تستوي كده ونطلعها في الطبق هتشوفوا الجمال والحلاوه. وهنا بقى كده بصوا اللهم بارك بسم الله ما شاء الله، تحفه. بصوا مستويه كده وجميله. في ناس هتقول لي لا البطاطا ما تنفعش تتاكل في الصيف اصل الجو حر. هرد عليكي واقول لك عربيات البطاطا واقفين على البحر بصي بالهبل كتير جدا جدا، وبعدين مش هتقدري تقاومي ريحتها. يعني انت لو شميتي ريحتها مش هتقدري تقاوميها. بصي بقى طالعه ازاي، بصي السوا بتاعها عامل ازاي، حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بجد سهله وسريعه، وما ولعتيش الفرن وما حسيتيش باي حاجه خالص، كله على البوتاجاز. اكنك بتعملي كده اكله او بتعملي شويه خضار كده. بصي سهله وبسيطه جدا. وشوفي بقى لو انت ما عملتهاش ونزلت تجيبيها من على البحر هتبقى اللفه بكام او البطاطايه بكام. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.